ناخد دلوقتي شوية مسائل اختر. بيقول لي هنا السؤال الأول: الزاوية التي قياسها 60 تقابلها بالرأس زاوية قياسها كام؟ أقول له برضو 60. طالما تقابلها بالرأس يبقى هما الاتنين قد بعض. رقم 2 بيقول لي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي قياس كام زاوية قائمة؟ أقول له الزوايا المتجمعة حول نقطة كلهم ب 360. طب تعال نجرب نشوف فيهم كام زاوية قائمة. بيقول لي أول اختيار قائمتين. أنا عارف إن القائمة الواحدة ب90، يبقى قائمتين يعني 2 في 90 يدينا 180. يبقى دي غلط. أنا عايز عدد من القوائم يديني 360. طب هنا 3 قوائم، اضرب 3 في القائمة الواحدة إن هي ب90 يدي لك 270، برضو غلط. طب 4 قوائم، اضرب 4 في القائمة الواحدة ب90 يدي لك فعلا 360. يبقى كده مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة يساوي قياس 4 زوايا قائمة. 3 بيقول لي مجموع قياسات 4 زوايا متجمعة حول نقطة هي الأكبر ولا مجموع قياسات 5 زوايا متجمعة حول نقطة؟ والسؤال ده بيلخبط طلبة كتير، يقول لي أكيد الخمسة أكبر. أقول له ثانية واحدة لما نفهم السؤال. هو بيقول لي مجموع قياسات 4 زوايا حول نقطة، أقول له دول ب 360. هنا بيقول لي مجموع قياسات 5 زوايا، هو عايز قياساتهم كلهم، أقول له برضه 360. يا رب تقسمهم لي 100 زاوية حتى، طالما كلهم متجمعة حول نقطة يبقى كلهم ب 360. يبقى معنى كده لو عندي 4 زوايا أو 5 زوايا أو 100 زاوية حتى متجمعة حول نقطة، كلهم كده طالما متجمعين حول نقطة يساوي 360. يبقى في السؤال ده أقول له يساوي. رقم 4: إذا كانت الزاويتان المتقابلتان بالرأس متتامتين فإن قياس كل منهما. تعال الأول نستفيد من كلمة كلمة. هو بيقول لي متقابلتان بالرأس يعني قد بعض. طب متتامتين يعني مجموعهم 90. يبقى أنا عايز كده زاويتين مجموعهم 90 وكل واحدة قد التانية، يعني المفروض نقسم 90 على الاتنين عشان هما قد بعض، يبقى الواحدة فيهم ب45، يبقى هنختار 45. طب على نفس السؤال لو قال لي زاويتان متقابلتان بالرأس ومتكاملتين، متكاملتين يعني ب180، هما الاتنين ب180. انت قلت لي متقابلتين بالرأس يعني هما الاتنين قد بعض، يبقى اقسم ال180 على الاتنين يديني الواحدة ب90. دول لو كانوا متكاملتين الواحدة فيهم ب90، انما لو كانوا متتامتين يبقى الواحدة ب45. 5 بيقول لي المستقيم ده تقاطع مع المستقيم ده في نقطة ام، ما قيمة اكس؟ اقول له هو اصلا الستة اكس دي بتساوي 60 عشان دول زاويتان متقابلتان بالرأس، طالما عندي مستقيمين تقاطعوا فكل اللي هكتبه اللي انا قلته ده، الستة اكس بتساوي 60. عايز الاكس لوحدها اقسم على اللي جنبها، هقسم هنا على 6 وهنا على 6، دي راحت مع دي، باقي لي الاكس بتساوي 60 على 6 فيها ال10، يبقى قيمة الاكس ب10. رقم 6 بيقول لي ما قيمة اكس؟ انا ملاحظ هنا في 5 اكس وهنا في 4 اكس وهنا في 7 اكس، اجيب الاكس ازاي؟ قول له دي زوايا متجمعة حول نقطة كلهم ب 360. يبقى انا مش هقدر اجيب لك الاكس مباشرة، انا هجمع الثلاث زوايا دول عشان كلهم باكس كلهم حدود متشابهة، ننقص 360 ناقص الزاوية اللي باقية يديني الثلاث زوايا دول على بعض، وفي الاخر ابقى اجيب لك الاكس بكام. يعني انا هقول له ال7 اكس زائد ال4 اكس زائد ال5 اكس، الثلاث زوايا على بعض انا ما اعرفهمش، فيهم مجهول ان هو الاكس، الثلاث زوايا دول كلهم ب 360 ناقص الزاوية اللي هي ب120، يعني بيساوي 360 ناقص 120. جمع دول حدود متشابهة تقدر تجمعها، 7 اكس و4 اكس 11 اكس، 11 اكس و5 اكس يدينا 16 اكس بتساوي 360 ناقص 120 يديني 240.
عايز الاكس لوحدها، اقسم على اللي جنبها. اقسم هنا على ال16 وهنا على ال16، دي راحت مع دي، باقي لي الاكس بتساوي اقسم 240 على ال16 يدي لك 15، يبقى الاكس ب15. 7 بيقول لي انا عايز اكس زائد واي، اكس في الشكل ده وواي في الشكل ده. لو جبت الاكس بكام وبعد كده جبت الواي بكام اجمعهم مع بعض. طالما نلاحظ هنا ان في زوايا متجمعة حول نقطة ومديني على كل الزوايا نفس العلامة، يعني كلهم قد بعض. عد كده معايا كام زاوية؟ زاوية 2 3 4 5، كلهم 5 زوايا متجمعة حول نقطة. يبقى طالما قد بعض اقسم 360 ان هي مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة، اقسمهم على ال5 زوايا عشان يديلك مين؟ عشان يديلك الاكس. يبقى 360 على ال5 تديلك ان الاكس ب72. روح شوف الواي ومديلك برضو نفس الكلام، كل الزوايا دي قد بعض. عدهم كده، زاوية 2 3 4 5 6، 6 زوايا قد بعض وكلهم متجمعة حول نقطة. يبقى هنقسم ال 360 كلها على ال6 زوايا يديني 60. الاكس ب72 والواي ب60، اجمعهم كده 60 زائد 72 يدي لك 132 ان هي الاجابة ج. 8 ودي برضو بيغلط فيها ناس كتير، هو عايز هنا عدد ازواج الزوايا المتقابلة بالرأس يساوي كام؟ عندي 3 مستقيمات، يبقى انا كده هحدد له كل مستقيم بلون. وتعالى نشوف هنشتغل في المسألة دي ازاي. تعالى نمسك بين المستقيم الاحمر والاخضر، دي زاوية بتساوي زاوية، الزاويتين دول قد بعض بين الاحمر والاخضر هنا والاحمر والاخضر هنا قد بعض، اسميهم زوج واحد. ما هو زوج يعني حاجتين. طيب تعالى نشوف زاويتين تاني هنا برضو بين الاحمر والاخضر، تلاقي ده كله ده مع ده كله ده بين الاحمر والاخضر زاوية هنا فيها جزئين قد زاوية هنا، يبقى انا كده عندي زاويتين قد بعض، يبقى ده زوج. خلصنا الاحمر والاخضر، روح شوف كده لونين تاني، هقول له بين الازرق والاحمر زاوية قد زاوية بين الازرق والاحمر، ادي كده زاويتين يعني زوج، كده معايا 3. برضو ما تسيبش الازرق والاحمر، خد الاحمر والازرق هتلاقي زاويتين هنا قد زاويتين هنا بين الازرق والاحمر، كده كمان زوج. خلصنا كده اللونين دول، باقي لي مين؟ انا خدت اللي بين الاحمر والاخضر وخدت اللي بين الاحمر والازرق. انت عندك 3 الوان عشان ما نتلخبطش، احمر واخضر واحمر وازرق، يبقى ما خدناش الاخضر مع الازرق. هشيلك كل العلامات دي عشان ناخد الزوايا اللي بين الاخضر والازرق مع بعض. هتاخد دلوقتي اللي بين الاخضر والازرق، ده اخضر وده ازرق اهو، الزاويه دي بين الاخضر والازرق هنا قد الزاويه دي، معايا زاويتين يعني معايا زوج كمان. خد كمان اللي بين الاخضر والازرق، الزاويه دي قد الزاويه دي، يبقى انت معاك كام زوج كمان. كده معاك كام زوج؟ معايا 6 ازواج. انا عارف ان الالوان تدخلت في بعضها شويه، بس انت لما تجربها بالوان 3 الوان مختلفين زي كده، خد كل زاويتين قصاد بعض بس بيبقوا بين المستقيمين اللي انت حددت لونهم، هتلاقيهم 6 ازواج. هنا بيقول لي اذا كانت النسبة بين قياسات 3 زوايا متجمعة حول نقطة 4 إلى 3 إلى 2، عايز قياس اكبر زاوية. دخل لنا درسين في بعض اهو، انا عندي نسبة بين 3 زوايا، يبقى اقول له الزاوية الاولى الى الثانية الى الثالثة. النسبة اللي مديها لي 4 إلى 3 إلى 2. طالما بتقول لي 3 زوايا متجمعة حول نقطة يبقى مجموعهم 360، يبقى أنا لازم أزود خانة المجموع ونجمع النسب الأول. 4 و3 7، 7 و2 9، تحت ال9 نكتب مجموع ال3 زوايا إن هو 360. هو عايز إيه؟ بيقول لي قياس أكبر زاوية. أكيد أكبر زاوية إن الحد بتاع النسبة بتاعتها 4 لأنها أكبر من ال3 ومن ال2.
بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها في التناسب. 4 في 360 على 9 يديني أكبر زاوية. دي على 9 فيها الواحد، دي على 9 فيها 40. 4 في 40 ب160، أو تدخلها على الآلة الحاسبة. آخر سؤال بيقول لي ما قياس زاوية AMB؟ امشي مع الحروف كده، AMB يعني هو عايز الزاوية دي. طيب تعالى هنا ندور على مستقيمين متقاطعين عشان اقول له زوايا متقابلة بالرأس. مش هتلاقي. امال انا هشتغل ايه؟ هشتغل زوايا متجمعة حول نقطة. اقول له والله طالما انت مديني ان الزاوية دي عليها نجمة ودي نجمة، يبقى الاتنين دول قد بعض. انا ممكن اجيب لك الاتنين على بعض واقسمهم على الاتنين عشان انت عايز واحدة فيهم. طب اجيب الاتنين دول على بعض ازاي؟ اقول له كلهم كده ب 360. دي زوايا متجمعة حول نقطة. يبقى الزاوية اللي فوق كلها ان هي زاوية AMC. الجزئين دول هقول له قياس زاوية AMC يساوي 360 ناقص الزاويتين اللي انت مديهم لي دول، ان هي 90 ناقص اكس. بعد كده اجمع دول، انا بقول 360 ناقص مجموع الاتنين دول، يبقى هكتب جنبها زائد 80 زائد اكس. اشيل لك المسألة دي عشان ما نتلخبطش. يبقى انا قلت هنا ايه؟ الزاوية دي كلها 360 ناقص مجموع الزاويتين دول. طب انا عندي في القوس في اكس بالموجب واكس بالسالب، يعني كده حاجة ومعكوسها الجمعي. جمع كده اللي وسط الاقواس، 90 زائد 80 يدي لك 170. يبقى الزاوية كلها هتساوي 360 ناقص 170. لما تدخل الكلام ده على الآلة 360 ناقص 70 يدي لك 190. يبقى قياس زاوية AMC كلها ب190. طيب هو عايزها كلها؟ لا، عايز نص الزاوية. هو عايز الزاوية دي بس. خلاص، يبقى تقول له الزاوية اللي انت عايزها زاوية AMB بتساوي 190 على الاتنين، لان انت مديني الزاويتين قد بعض. اقسم 190 على الاتنين يدي لك 95، ان هي الاجابة رقم ب. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا، واتمنى لكم كل توفيق، واترككم في رعاية الله وامنه. ما تنساش لو عايز تتابع باقي الدروس او شايف ان انت استفدت، اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس اكتر واكتر ان شاء الله، والكل يستفيد. اترككم دلوقتي في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.